بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده طالع اقدم مكون بيطري جبار فعال مع الحمام بتاعنا مع انتاج البيض خاصة وزيادة خصوبة الذكورة عندنا. ساعات بنشتكي طبعا من البيض الرايق، ان شاء الله ينتهي تماما لما نقدم المنتج او المكون اللي انا هتكلم عليه النهارده. زي كمان ان هو هيزود وزن الزغاليل، يعني لو طلع عندك زغاليل ان شاء الله هتطلع بوزن كبير، هيبقى فاتح قوي جدا للشهية مع الحمام بتاعنا. نشوف الأسوس كده على الطبيعة ونشوف فعلا الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده حقيقي ولا بنتكلم كلام مرسل وخلاص. ادي قص كده من الأسوس اللي عندي، تحتها اهو زغاليل اهو برضو تحتيه بيض. يعني ان شاء الله بإذن الله الأسوس عندك هتبدأ ان هي تشتغل وتبيض على الزغاليل زي ما احنا بنقول. نشوف برضو مع بعض كده بقى القص الهمر اللي بيقع كتير جدا على ما يرمي الحصى. برضو الحمد لله بفضل الله زي ما انتم شايفين اهو برضو يا جماعة، اوريها لكم برضو اهو، والحمد لله الحصى بيطلع برضو مخصب. ادي القص الهمر. كان عندنا برضو القص ده كده يمكن زي ما انتم شايفين النتايه اهي الحمد لله قربت برضو ترمي الحصوايه الاولى، وادي الزغلول معاها، وان شاء الله اهو عمر حوالي 13 14 يوم كده، وقرب ان شاء الله برضو القص ده يرمي الحصى. هنشوف برضو مع بعض القص ده كده، يمكن الزغاليل اهي يعني حوالي عمر 13 14 يوم، وزي ما احنا شايفين كده النتايه اهي بفضل الله راقده على الحصى اللي فوق او راقده على البيض اهو زي ما احنا شايفين كده يا جماعه. يمكن دي حصوايه واحده، وخلال طبعا اخر النهار باذن الله هترمي الحصوايه الثانيه. طبعا يا جماعه زي ما احنا قلنا الموضوع ده مش هينطبق على اللحم بس، الموضوع ده مع الحمام كله، وانا كنت جربته قبل كده كان بفضل الله طبعا بيرمي حصى على الزغاليل في العمر ده. المكون اللي هتكلم عليه النهارده اللي هو الدي بيزك بلس اهو كده يا جماعه. الدي بيزك بلس اللي احنا شايفينه ده اهو تمام، واضح. دي بيزك بلس ده بجيبه ب 50 جنيه او ب 55 جنيه، ولكن هيقعد معايا فتره كبيره جدا مع الحمام بتاعي. طبعا بعفر بيه الكلفه بتاعتنا، هنشوف دلوقتي طريقه تحضيره، ولكن هتكلم على المكونات بتاعته اللي هي مهمه جدا جدا مع الحمام بتاعنا. في تركيبه فعاله قويه جدا من الاعشاب الطبيعيه، يعني مش هيبقى فيه اي ضرر بالنسبه للحمام. زي كمان ان هو فيه سيلينيوم وزنك ونحاس وصوديوم وبوتاسيوم ويود ومنجنيز وكبريت، يعني مكونات مهمه جدا جدا. ان هو كمان بيحتوي على الاملاح والفيتامينات المعدنيه. طبعا احنا عارفين نقص البيض ده بيكون سببه الفيتامينات والاملاح المعدنيه. البيضه الصغيره او البيضه اللي هي البريشت دي هتنتهي من عندنا تماما، زائد نقص البيض اساسا هينتهي من عندنا تماما لو استخدمنا الدي بيزك بلس. زائد كمان ان هو يزود خصوبه الذكوره نظرا لماده السيلينيوم. يعني انا بعتبره بصراحه مش علاج 2 في 1 او 3 في 1، ده انا بعتبره 15 في 1، لانه طبعا بيحتوي على فيتامينات، املاح معدنيه، سيلينيوم، بيزود الخصوبه بتاعه الذكوره، بيزود خصوبه النوتي، بيخلي الاناث عندنا تشتغل، بيساعد المبيض بتاع الاناث ان هي تشتغل باستمرار. زائد كمان ان هو فيه فاتح قوي جدا للشهيه، وبيحول معدلات الغذاء للجسم بتاع فرد الزغلول او فرد الحمام بتاعنا. يعني مش هنلاقي التسييفه او الشقفه اللي هي بتبقى عند الحمام بتاعنا، ومش هنلاقي طبعا الزغاليل عندنا اللي هي بتطلع ضعيفه. ساعات بنشتكي برضو من الموت اللي هو بيحصل للزغاليل، ده كمان هينتهي عندنا تماما لما نستخدم الدي بيزك بلس اللي انا بتكلم عليه النهارده. المكون ده ثمنه حوالي 55 جنيه، او هو فعلا ب 55 جنيه. بحط منه معلقه واحده بس على كل 5 كيلو كلفه، بعفر بيه الكلفه بتاعتنا بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، وابدا اقلب الكلفه بتاعتي. الميزه فيه ان هو بيتماسك مع الكلفه، يعني زي البودره زي ما احنا شايفين كده، وبيبدا ان هو يلزق في الكلفه، عكس طبعا ثنائي فوسفات الصوديوم. زي كمان ان هو في حاجات اعلى من ثنائي فوسفات الصوديوم. فلو احنا بنحتاج طبعا الحاجات اللي هي بتزود الخصوبه او بتزود المبيض او بتنشط المبيض بمعنى اصح، لازم ان احنا نشتغل بالدي بيزك بلس اللي احنا شايفينه قدامنا ده. والمكونات بتاعتها مكتوبه طبعا في جنب العلبه بتاعتنا اللي احنا شايفينها. مكونات عظيمه جدا، يعني كل اللي انت بتحتاجه في الادويه، ادويه الخصوبه دي كلها موجوده في الدي بيزك بلس اللي انا بستخدمه مع الحمام بتاعي. العلبه دي هتقعد معاك فتره كبيره جدا، هتعفر بيها الكلفه بتاعتك، هتزود الخصوبه عندك، تنشط المبيض عند الاناث، هتزود وزن الزغاليل. لو طلع عندك زغاليل هيبقى في انتاج مستمر عند الحمام بتاعنا حتى لو الحمام قاطع بيض وقاطع انتاج. فلازم ان انا اشتغل بحاجه زي كده، حاجه مهمه جدا. هتلاقي مكتوب عليها لحالات نقص الخصوبه اللي هي عند الذكوره او نقص البيض عند الاناث. زائد كمان ان هو هيحول معدل الغذاء
اللي هو على الجسم للحمام بتاعنا او للزغاليل، هتزود وزن الزغاليل وهتزود وزن الحمام بتاعنا. مش هنلاقي طبعا في حالات الاجهاد الحراري اللي هي بتحصل نتيجه تاكيل الاهالي للزغاليل، هتلاقي في زياده عندك في الانتاج. مش هتلاقي حالات الافتراس اللي هي بتحصل من الاهالي للزغاليل او حالات الافتراس اللي هي بتحصل ما بين الذكر والنتايه. فعشان كده لازم ان احنا نشتغل بحاجه زي كده، حاجه مهمه جدا جدا متوفره في كل صيدليه بيطريه بتلف عليها. افضل من ثنائي فوسفات الصوديوم بكتير جدا، انا جربته وفعال وقوي جدا وحبيت اتكلم عليه. يمكن انا اتكلمت عليه في فيديو قبل كده بس حبيت اتكلم عليه تاني نظرا لاهميته العظيمه جدا بالنسبه للحمام بتاعنا. مش هتحتاج صدقني لادويه خصوبه، مش هتحتاج لادويه فاتح شهيه، مش هتحتاج لاي علاج بالنسبه لضعف الزغاليل، مش هتحتاج لادويه تنشط المبيض بتاع الاناث. ده كله متواجد في الدي بيزك بلس اللي احنا بنتكلم عليه. واسف جدا على الاطاله في الفيديو، ويا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.